ازاي تحل او تتعامل مع امتحان العملي في كليه الطب؟ امتحان العملي في كليه الطب مهم جدا جدا لانه بيبقى عليه جزء كبير جدا من درجات الموديول. يعني مثلا في كليتنا امتحان العملي بيبقى عليه 30% من اجمالي درجات الموديول، يعني تقريبا تلت درجات الموديول بتبقى على امتحان العملي. طبعا انا بتكلم عن الامتحان العملي الخاص باول سنتين ونص اللي هم السنين الاكاديميه، اما امتحان الاوسكا والشفوي اللي هو في السنتين ونص التانيين ده سيبه دلوقتي، هبقى اعمل له فيديو بعدين. بالنسبه لطريقه الامتحان فهي بتختلف من كليه للتانيه، ولكن هي غالبا ما بتخرجش عن الطريقتين دول. الطريقه الاولى اللي هي طريقه الموف، والطريقه دي بيقسموا فيها الدفعه لجروبات، كل جروب بيخش اوضه، كل ديسك بيبقى ملزوق عليه ورقه مكتوب فيها السؤال اللي عليك، وبيبقى كل سؤال متحدد له وقت اللي هو دقيقه او دقيقتين، وبيبقى في دكتور ماسك الجرس يقوم رامي الجرس ويقول موف فكلكم تتحركوا وهكذا. الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الباوربوينت، والطريقه دي ببساطه ان هم بيقسموا الدفعه على جروبين او ثلاثه او اربعه على حسب عدد الدفعه، وكل جروب من الجروبات دي بيخش قاعه محاضرات كبيره، وقاعه المحاضرات دي بيبقى فيها شاشه كبيره بيجيب لك عليها الاسئله، وبيبقى برضه محدد وقت لكل سؤال، وكل ما يخلص سؤال السؤال اللي بعده وهكذا. طب ازاي نحل او نتعامل مع الامتحان ده بافضل طريقه ونضمن درجاته؟ اول حاجه تعملها لازم تذاكر النظري كويس جدا. هل لازم تذاكر كل النظري وتخش بيه العملي؟ لا طبعا، انت هتذاكر النظري الخاص بجزء العملي اللي عليك، لان امتحان العمل ده بيبقى ايه، هو مثلا بيجيب لك وليكن مثلا في الاناتومي يقوم جايب لك عظمه زي الفيمر ويشاور لك على حته فيها يقول لك دي اسمها ايه، يجيب لك سؤال نظري عليها. هو في الاول وفي الاخر كلام نظري اصلا، فلازم تذاكر النظري كويس جدا بتاع الجزء العملي اللي انت هتمتحن عليه ده. تاني حاجه كلمه السر في امتحان العملي هي السرعه واختيار الكلمات المهمه. بمعنى مشكله امتحان العمل مش ان المحتوى كبير او الاسئله صعبه، بالعكس المحتوى بيبقى صغير جدا والاسئله بتبقى سهله جدا، ولكن المشكله الكبيره في الوقت بيبقى ضيق جدا. فالحل الوحيد للتعامل مع مشكله الوقت دي هي اختيار الكلمات الهامه. يعني مثلا لو جالك في امتحان العمل صوره ايا كانت وقال لك ايدنتيفاي وبعد كده قال لك الديفينيشن بتاعها، طبعا الديفينيشن بتاعها ده هتلاقيه طويل جدا، فممكن ما تلحقش تكتبه في الدقيقه والدقيقتين دول. طب هتعمل ايه؟ هتكتب اهم كلمتين في التعريف بحيث ان المصحح يشوفهم يقوم يديك الدرجه على طول، وخصوصا ان المصححين اساسا بيتعاملوا بالطريقه دي، لان المصححين بيبقى قدامهم ورق الدفعه كلها وبيبقى مطلوب منهم يخلصوه في وقت صغير جدا. فاكيد يعني مش هيقعدوا يبصوا على كل كلمه انت كاتبها، لا هم بيبصوا على اهم الكلمات، لقوا الكلمات المهمه دي بيقوم يديلك صح، ما لقوهاش حتى لو انت كاتب تعريف صح ونسيت تكتب الكلمتين المهمين دول فاهم حاجه. لو جالك سؤال طويل في امتحان العمل والوقت ضيق لازم تختار اهم الكلمات، وما تفرحش انك كتبت كتير وخلاص، هو اساسا عامل لك الامتحان وقته ضيق عشان تكتب له الكلمات المهمه مش عشان ترص له كلام وخلاص، انت مش في امتحان ريتن يعني. في حاجات برضو مهمه جدا انك لازم تخش هادي جدا ومش متوتر، لان طبعا معظم اللي بيخشوا امتحان العمل بيبقى متوترين، خصوصا مثلا لو انت في سنه اولى لسه. ثاني حاجه ودي ناس كتير جدا بيقعوا فيها وبتضيعهم تماما، ان هم ما يراعوش الترتيب لو الامتحان كان جاي لهم بطريقه الموف، لان زي ما قلت لك طريقه الموف دي ان هو بيدخلك على قاعه كل ديسك ومكتوب عليه مثلا رقم السؤال، فانت لما تكتب لازم تراعي الترتيب، انت مثلا بدات من السؤال 2 وهكذا تكمل 3 4 وبعد كده ترجع لواحد، بدات بالسؤال 5 وهكذا. فلو الامتحان جاي لك بطريقه الموف لازم تراعي ترتيب الاسئله كويس جدا، لان حركه زي دي ممكن تضيع منك درجات العمل كلها. وبس كده، دمتم موفقين.